لو عندك لفه من الجلاش تعالي نعمل كده الفطير الحلو، هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه. نسمي الله كده ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا لفه من الجلاش ومعايا 3 كوبايات من اللبن، حطيت عليهم كده 3 معالق من السكر، معلقتين من الكريم شانتيه ومعلقتين من النشا. وهنا ممكن تستغني عن الكريم شانتيه بس بيعزز معانا طعم الكريمه. هنرفع كده الكريمه على النار، مجرد ما تجمد معانا هننزلها على طول. خلاص كده بدأت تربط زي ما انتم شايفين. حطيتها كده في طبق وبعد كده هسيبها تهدى شويه. ومعايا نص كوبايه من السمنه طبعا مسيحاها. وهنا لفه من الجلاش. طبعا بدهن طبقات الجلاش كده بالسمنه، وباخد لكل فطيره ورقتين من الجلاش. بس هنا جبت كده نص ورقه حطيتها كده في النص بتاع الفطيره، وهحط عليها الكريمه. وبعد كده باخد ورقتين من الجلاش وبقفل الفطيره زي ما انتم شايفين، بدهن سمنه وبقفل. خلاص كده جبت صينيه برضو بدهن الصينيه سمنه. وبعد كده بعمل كل الكميه بنفس الطريقه. باخد ورقتين من الجلاش وبحط نص ورقه كده في النص، بحط عليها الكريمه وبدهن السمنه وبقفل الفطيره. وهعمل كل الكميه طبعا بنفس الطريقه. شايفين سهله وسريعه ومش هتاخد معاكي اي وقت خالص. خلاص كده تمام. هنا بقى هدهن وش الفطير كده بالسمنه وهدخله الفرن في الرف اللي في النص على درجه حراره 200. مجرد ما بياخد لون، شايفين ما شاء الله اللون بتاعه جميل جدا، بنزل عليه بقى بنص كوبايه من الحليب. ده لبن طبيعي مش محطوط فيه سكر ولا اي حاجه. خد معايا كده نص كوبايه. وبعد كده جبت سكر مطحون وبدات احط عليه السكر زي ما انتم شايفين. هنا بقى لو حابه تحطي عليه صوص ده اختياري، حطي. مش حابه خلاص. انا هنا حطيت صوص كراميل وحطيت صوص بيستاشيو. فزي ما قلت لك لو انت حابه تحطي صوصات حطي، مش حابه خلاص ما تحطيش، اكتفي بالسكر بس. هنا بقى حطيت قنصاص من الكريز. شايفين سهل جدا وبسيط ومش هياخد معاكي وقت خالص، وفي نفس الوقت طعمه خطير جدا. ان شاء الله تجربوه وربنا يحسن ما بين ايديكم. واشوفكم في وصفة جديدة على خير، ومع السلامة.